اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم الحلوين يا حبايب قلبي. طبعا هنعمل الكشري المصري بكل تفاصيله وتكاته وحركاته. شيء. يلا بقى يا حبايب قلبي، تعالوا نشوف هنعمل الكشري اللي معانا اللي يفتح النفس ده ازاي. عندي حلة حطيت فيها مية بتغلي ومعلقة من الملح ورشة من الزيت عشان هنسلق المكرونة. وهنا حطيت حلة ونزلت بالحمص كده وبضيف عليه رشة من الكمون بالشكل ده، وهسيبه يغلي. دي تشكيلة مكرونة. اللهم بارك. هضيفها دلوقتي اسلقها. صلى على الرسول يا حبايب قلبي. وهنا عندي حلة على النار فيها مية ضفت فيها العدس بجبة هسلقه. وهنا هقطع بقى البصل للكشري. قطعت الكمية دي وهقطع برضو دلوقتي معاكم تاني. دلوقتي طبعا هنقطع العيش جنب الكشري بيبقى تحفة شبه المقرمشات كده. مفيش محل بتاع كشري ما بيعملش العيش المحمر ده، بيبقى حلو قوي جنب طبق الكشري. عايزاكوا تعملوه وتجربوه، بيبقى طعمه خطير بجد. هقطعه بالشكل ده مربعات بقى، مثلثات، على حسب التقطيعة اللي حضرتك تحبيها وتفضليها. ودلوقتي هوريكم العدس بجبة وهو بيتسلق بالشكل ده، والمكرونة برضو هي بتتسلق. دلوقتي هصفيها بقى، والحمص برضو هو بيتسلق. اللهم بارك. الحاجات دلوقتي بقى هسيب الحمص والعدس يتسلقوا وهعمل الشعرية. احنا مش بنحب الكشري بالرز. جبت طاسة كده ونزلت عليها برشة من السمنة ومن الزيت، وضفت الشعرية وعليها رشة من الملح. الملح بيوحد لون الشعرية. وهحمره بالشكل ده. وهنا بوريكم العيش اللي انا قطعته. ودلوقتي جبت مقلايه وضفت فيها زيت وهنزل بالعيش. وهنا برضو بوريكم البصل اللي انا قطعته. وهنا قليت العيش يا حبايب قلبي وضفت رشه من الملح ورشه من الكمون، بيبقى حلو قوي. عايزاكم تجربوه. والزيت اللي انا قليت فيه العيش دلوقتي هضيف فيه البصل، هخليه برضو يتحمر. ما ضفتلوش معلقه من النشا ولا من الدقيق، عايزه تضيفي مفيش اي مشكله. وهنا الشعريه اتحمرت معايا، ضفت لها كوبايه من الميه وهسيبها تغلي بقى وهوطي عليها. وهنا البصل وانا بحمره. جبت طبق جنبي كده وضفت عليه مناديل. وهنا يا حبايبي وبطلع البصل عليه بالشكل ده معايا ازاي. وجبت حله على النار. فاكرين الزيت بتاع البصله وبتاع العيش؟ طبعا ده كنز مش هيترمي، ده اساس الوصفه بتاعتنا النهارده. ضفت حبه من الزيت بالشكل ده في الحله، وهنزل بالمكرونه بقى وهقلبها وهوطي عليها خالص. يعني ايه، لمدة 5 دقايق كده تشرب من الزيت بتاع البصلة، بيبقى حلو قوي. هنا بقى بعمل خلطة حلوة قوي هتنفع في نفس الوقت للدقة. الدقة انا بعملها على البارد وهتنفع للصلصة. معلقة مفرومة من الثوم بالشكل ده كنت مفرزاه. معلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة. وهقلب بقى الحاجات دي كلها، هدخلها ببعضها زي معجون كده. وهنا بقى هجيب حلة على النار وهضيف عليها معلقتين من الزيت بتاع البصلة. انا قلت لكم ده كنز مش هينفع، ما ينفعش يترمي يا حبايبي. بالشكل ده. والثوم والكزبرة والكمون اخدت منه معلقة وهقلب بقى. شموا بقى الروايح فظيعة بجد، حلوة قوي. عايزاكم تجربوها، تبقى حلوة قوي في الصلصة. وهنا اتحمرت معايا لحد ما اخدت اللون الجولد ده. ودلوقتي هنزل عليها بكوبايه من الخل صغيره بالشكل ده. شمي بقى الروايح فظيعه بجد. سامعين يزن بيقول لكم ما تنسوش اللايك. ودلوقتي بقى هضيف عصير الطماطم بالشكل ده. دلوقتي بقى هضيف التوابل بتاعه الصلصه، معلقه من الفلفل ومعلقه من السكر ومعلقه من الملح على السكر عشان يعادل الحموضه بتاعه الطماطم. دلوقتي هنعمل الدقه على البارد، بتبقى حلوه قوي لو حد بقى صدره وجعه او حاجه. بجد الدقه والصلصه مش بتسهط خالص. معلقه من الثوم المفروم، معلقه من الملح ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره وعصره ليمون بالشكل ده.
نص كوبايه ونص كوبايه من الخل، وهقلب بقى على البارد. وهضيف دلوقتي كوبايه من الميه بس. الدقه كده خلصت معايا. دلوقتي بقى هنعمل الشطه. ضفت معلقتين من الزيت بتاع البصله، وهنزل ب5 معالق من الشطه بالشكل ده. لو حد بقى ايه صدره وجعه او حاجه يبعد عن الشطه دي خالص. وهقلب بقى المكونات دي كلها، الشطه مع الزيت بالشكل ده. وهضيف دلوقتي رشه من الخل والصلصه اللي احنا كنا عاملينها، رشه من الخل بالشكل ده. وهقلب. والصلصه بتاعت الكشري هضيف عليها مغرفه على الشطه، بتخلي طعمها حلو قوي، تودي طعمها في حته تانية خالص. شمي بقى الروائح اللي تفتح النفس. والصلصه خلصت معايا. هضيف دلوقتي مغرفه على الشطه بالشكل ده، تبقى حلوه قوي. عايزاكم تجربوها، تبقى فظيعه. بالنسبه لي بقى الشطه والدقه خلصوا مع بعض. كل حاجه خلصت معايا، اللهم بارك. الشطه خلصت والدقه خلصت والصلصه والشعريه والعدس بالجبه والحمص والمكرونه سلقناها والبصله حمرناها والعيش حمرناه. هنغرف دلوقتي بالشكل ده. هغرف الشعريه. طبعا انا مش بحب الرز، شوفي حضرتك لو بتحبيه في الكشري. هنزل عليها بمغرفه بقى من الصلصه. اعملي الشكل اللي انت عايزاه. وهنزل برضو بالمكرونه كده والعدس بجبه والحمص. وهضيف دلوقتي البصله، وهضيف برضو من الصلصه كده. عملت شكل كده بجد حلو قوي، كان بجد فظيع. دلوقتي بضيف البصله والعيش. ده كان شكل طبق الكشري معانا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا يا حبايب قلبي، حتى لو بمعلومه بسيطه. شايفين شكله محل طعمه بجد يفتح النفس. متنسوش بقى تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل جديد من فيديوهاتي. اشوفكم على خير في فيديو جديد. دعوه حلوه ولكم المثل. باي يا حبايب قلبي.